السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم رمضان، ويا رب ينعاد عليكم اجمعين بالخير وباليمن والبركات. بداية المقدمة دي انا كنت خلاص بقى خلصنا اليوم بتاع انا وصحابي، وكنا نازلين بقى على الغورية. حبيت اعمل المقدمة دي، هم ورا هم كانوا طالعين لايف على القناة بتاعت دودي، فحبيت انا اعمل المقدمة دي قبل ما اروح الغورية علشان اوريكم وانا هناك. ده فيديو بسيط كده، ريفيو عن محل كان حلو عبايات وانا ماشية بصور. استأذن مني ان انا ادخل اصوره، طبعا ما برضاش احرج حد يعني، فدخلت. الصراحة يعني الدنيا كانت زحمة جدا، بس حاجات تحفة واسعارها جميلة جدا، يعني غير الاسعار اللي احنا بنسمعها بره. المحل اللي هوريه لكم دلوقتي ده العبايات اللي هو ورهاني وبيقول لي 750، والله العظيم انا شايفاها في محلات في وسط البلد ب1500 وب2000 كمان، والخامة هي والتقفيل تحفة، فينش عالي جدا. المحل اسمه ياسمينة في بداية دخلة الغورية، جنب سنتر الاهرام. هو كمان الراجل صاحب المحل هيقوم بنفسه ويوريني كل التشكيلات، وهيقول لنا الاسعار دلوقتي. ان شاء الله هخصص يوم باذن الله انزل اعمل لكم كده جولة في المحلات اللي حابة تعرض شغلها، وشغلها يعني مدفون يا عيني، رغم ان نفس الشغل بره بيتباع باسعار اعلى. الناس دي لازم تاخد فرصتها، ولو ربنا جعلني سبب لرزق حد فدي حاجة تبقى مفرحاني طبعا. ربنا يرزق الناس كلها يا رب، ويدي كل واحد على قد تعبه، مفيش حد بيتعب وما بيلاقيش. وتأكد طول ما انت بتعمل اللي عليك وبتسعى ربنا هيكرمك وهيرزقك، وربنا يا رب ما يضيعش تعب حد ابدا ان شاء الله. انا هنا اهو زي ما انتوا شايفين ماشية في الشارع، كنت بصور بس يعني هنزل الفيديو بتاعي عن اجواء رمضان وكده. فدي محلات لبس ولسه هدخل كمان الغورية، بس ايه قبل ما ادخل هتشوفوا الفيديو دلوقتي ايه اللي حصل فيه. استاذنك تشرفينا كده بالكاميرا تصوري منتجاتنا. تعالوا يا فندم. قول باي باي الاسعار كده. اتفضلي. انا جايه لك مخصوص المعرض السوري يا فندم. طب ثانية واحدة. هي الصراحة الخامة باينة انها نضيفة جدا يعني. حاجة والله تحفة اسعار جملة. محل اسمه ايه؟ اسمه ياسمين. ياسمين في بداية دخلة الغورية صح؟ بداية دخلة الغورية عند سنتر الأهرام. عند سنتر الأهرام. وبرضه هسيب لكم العنوان في أول تعليق مثبت، هحطه لكم برضه في الديسكريبشن تحت الفيديو على طول. حتى القطيفة اللي عندي ده كله شغل يدوي، يعني ما بشتغلش على حاجات التطبيق. بص ده كله يدوي، كله مخيط خياطة، مفيش حاجة كده ولا حاجة تطبيق. يعني الحاجة ما تقعش خالص يا بنات، وما شاء الله يدوية، يعني الخامة كمان بتاعة القطيفة تحفة. الحاجة على الطبيعة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك له. دي سعرها كام كده؟ 275. 275. اوكي معلش اديني نبذة كده عن اللي متعلقين دول. هلا 20 كيلو تقريبا، يعني الديزاين المغربي كله شيك قوي. تمام. هاي شغل من الشبهة. في ستايلات دي عاملة كام البنفسي دي؟ 750. في عندك حاجة كده عاملة 650. شياكة يا بنات، دي حلوة طبعا للعرايس الجداد المقبلين على الجواز، تجيبي حاجة زي كده تستقبلي بيها ضيوفك اول يوم. حاجة شياكة جدا. فيها الزنك بتاعها. ايوه شيك قوي، نظام مغربي. حاجة حلوة جدا. عنده ديزاينات بقى مختلفة وكوليكشن حلو قوي. المحل الصراحة لفت نظري وانا ماشية فحبيت اشارككم. هو المحل اسمه ياسمينة في بداية دخلة الغورية. عنده تشكيلة حلوة قوي، اتمنى تنوروه وان شاء الله يعني الحاجة هتعجبكم.